لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رايك في الكومنتات وتشوف الاجزاء اللي فاتت وتستنى الاجزاء اللي جايه. بيبدا الفصل الرابع بصوت بيقول لنا ان فصل الشتاء مليان حاجات سحريه كتير، وان لو في جنيه عندها فضول تعرف كل حاجه فالاجنحه بتاعتها هتوصلها لحد هناك. وبنروح لارض الجنيات وبنشوف كل جنيه وهي بتعمل شغلها والكل بيستعد لحاجه معينه. وبنشوف مشيرة وهي بتنبه على الكل ان البوم الابيض اللي جاي من ارض الشتاء قرب يوصل. وبنشوف اصيل وبلبل اللي بيصنعوا السلات اللي هتروح لارض الشتاء، وبتروح لهم تنة وبتقول لهم انها مش مصدقه ان هم بيصنعوا كل الادوات اللي هتروح لارض الشتاء، وبتسالهم اذا كان نفسهم يروحوا لهناك. لكن اصيل وبلبل بينصدموا وبيقولوا لها انهم مش هيستحملوا ساعه واحده بس هناك بسبب التلج. وفي الوقت ده بيسمعوا اشاره ان البوم الابيض وصل، ومشيرة بتقول لهم شغلوا البقره. وبتبدا السلات تتحرك وكل بومه بتشيل السله بتاعتها لحد ما بيجي دور البومه الجديده، وبتفضل تتخبط شويه لكن بعد كده بتقدر تاخد السله. وفي الوقت ده مملكه الشتاء بتبعت لمشيرة انهم محتاجين 20 سله كمان بس لازم يخلصوا بكره. فمشيرة بتقول للجنيات يرجعوا للشغل لان عندهم طلبيه لازم تتسلم بكره. بعد كده بنشوف فوز اللي بتجري ورا الارنب ده علشان تمسكه، فبتروح تنة علشان تساعدها وبتشكرها فوز اللي بتقول للارنب يجهز لانه قدامه طريق طويل لغابه الشتاء. ولما بتعرف تنة ان فوزها تروح لغابه الشتاء بتقرر تساعدها، وفعلا بتروح معاها لكنها ما بتقدرش تسيطر على الارنب وبيفضل يجري في كل مكان. وفجاه بيقف وبتلاحظ وقتها تنة الناحيه التانيه من الغابه اللي بيكون فيها الطريق لارض الشتاء، وبيعجبها المنظر جدا وبتتحمس وبتسال فوز هيوصلوا الحيوانات دي لانهي مكان. فبتقول لها فوز ان اخرهم هنا لانهم ما ينفعش يعدوا الحدود، ومن زمان ممنوع اي حد يروح لهناك او حد منهم يجي لهنا، ولحد دلوقتي ما حدش يعرف السبب. بعد كده كل الحيوانات بتعدي الجسر وبيدخلوا الارض الشتاء وبيتغير لونهم للون الابيض. اما تنة فبتنبهر من اللي بيحصل، وبيجي دور حيوان الكسلان لكنه بيكون نايم، ففوز بتروح له وبتقول له ان البيات الشتوي الناحيه التانيه. وبتستغل تنة ان فوز مشغوله مع الحيوان ده وبتعدي الجسر وبتفضل تمشي في الغابه، بس فجاه اجنحتها بتنور وبتستغرب تنة من اللي بيحصل. وفي الوقت ده فوز بتشدها بالحبل وبترجعها لارض الجنيات، فبترجع اجنحتها زي الاول، بس بتلاحظ فوز ان واحد من اجنحه تنة اتجمد، فبتاخدها بسرعه على الدكتوره. بعد كده اصحاب تنة بيوصلوا وبيسالوا عليها، فبتقول لهم جنيه الاستقبال على مكانها، فبيروحوا لها وبيطمنوا عليها. وبتقول الدكتوره لتنة ان دلوقتي اجنحتها دافيه وتقدر تطير، وفعلا بتطير تنة. وبتسال الدكتوره عن اللمعان اللي شافته في جناحاتها، فبتقول لها الدكتوره ان ده بسبب النور اللي اتعكس على الجليد، وبتقول لها لو تعبت تجيلها في اي وقت. وبتمشي تنة هي واصحابها اللي بيقولوا لها انها محظوظه ان ما حصلهاش حاجه، فبتقاطعهم تنة وبتقول لهم ان جناحاتها فعلا نورت، فبيقولوا لها ان ده مجرد التلج عكس النور على جناحاتها زي ما الدكتوره قالت، لكنها بتقول لهم انها متاكده انهم نوروا، وبتقول لهم يسالوا فوز لانها كانت معاها. بس فوز بتقول لها انها ما شافتش حاجه، فبتحس تنة ان اصحابها مش مصدقينها، وبعدها بتسيبهم وبتمشي وبتروح للمكتبه وبتدور على اي معلومه عن الجناحات اللي بتلمع، وبتمسك الكتاب ده وبتقول ان في حد بياكل الورق، وبتلاحظ وقتها دودة الكتب. وبتفضل تنة تدور كتير على حاجة تساعدها، وفعلا بتلاقي كتاب علم الأجنحة، وبتفضل تدور فيه لحد ما بتلاقي صفحة بتتكلم عن لمعان الأجنحة، فبتفرح جدا وبتوصل للصفحة اللي هي عايزاها، لكن للأسف بتلاقي ان الدودة دي كلتها. وبتحاول تنة تقرأ أي حاجة وبيكون مكتوب إن الجناحات بتلمع لما بيبقى في 2، وللأسف باقي الكلام بيكون متاكل. فبتاخد تنة الكتاب وبتروح لصاحب المكتبة وبتقول له تعرف أي حاجة عن لمعان الأجنحة، فبيقول لها إنه ملحقش يعرف لأن الدودة كلت الصفحة دي. فبتزعل تنة جدا، فبيقول لها إن هو ما يعرفش حاجة بس أكيد الأمين يعرف. فبتقول له تنة مين ده، فبيقول لها إن هو اللي كتب كل الكتب دي. فبتسأله تنة عن مكانه وإنها عايزة تقابله ضروري، فبيقول لها إن ده شيء مستحيل لأنه من جنيات الشتاء، لو عايزة تقابله لازم تروح لأرض الشتاء، وده مستحيل لأن أجنحتها هتتجمد وهتتكسر. فتنة بتجيلها فكرة وبترجع البيت وبتصنع لبس شتوي وبتدخل أجنحتها جوه اللبس، وبتاخد الكتاب معاها وبتفضل تتسحب لحد ما بتوصل للمخزن، وبتحاول توصل لواحدة من السلات. وفي الوقت ده بيروح لها أصيل وبيسألها هي رايحة فين، فبتقول لهم إنها رايحة لأرض الشتاء، فبينصدم أصيل وبلبل. وفي الوقت ده البوم الابيض بيوصل، فبتقول لهم انها لازم تمشي دلوقتي وبتركب في السله دي، فبيروحوا وراها وبيسالوها اذا كان ده ليه علاقه باللمعان اللي بيحصل لها، فبتقول لهم ايوه، وبتعرفهم ان في واحد هناك هيقدر يساعدها ويفهمها كل حاجه عن اللمعان اللي بيحصل. بعد كده بتيجي البومه اللي هتاخد السله اللي فيها تنة، ولسوء حظها بتكون البومه المبتدئه،
وبتفضل تخبط في كل مكان، بس في الاخر بتقدر تكمل طريقها. وتنة بتفضل تراقب الطريق لحد ما بتعدي الجسر وبتروح لارض الشتاء. وللاسف البومه بتخبط في شجره وبتوقع السله اللي فيها تنة. وبتفضل تنة تبص على الجنيات وهما بيظبطوا المكان، بس بتلاحظ ان كتاب الاجنحه مش معاها. وبتبص على الارض وبتلاقيه، فبتحاول تتسحب علشان تاخده، لكن وقتها بيجي ملك مملكه الشتاء وبيسأل الجنيات عن اللي بيحصل. ولما بتشوفهم تنة مشغولين بتحاول تمسك الكتاب، لكنه للأسف بيتزحلق وبيروح تحت رجل الملك اللي بيمسكه، وبيقول إن أكيد حد جابه هنا بالغلط، وبيديه للجنيات وبيطلب منهم يرجعوه للأمين. ولما تنة بتسمع الاسم ده بتعرف إن ده الشخص اللي هي بتدور عليه، فبتفضل ماشية ورا الجنيات لحد ما بتوصل لمكان الأمين. وبتستنى لما الجنيات بيخلصوا وبتدخل للمكتبة وبتشوف الأمين وجنبه الكتاب بتاعها. وفي الوقت ده بتيجي واحدة من الجنيات وبتنادي على الأمين، وتنة بتسمعها وهي بتقوله إن في حاجة غريبة حصلت امبارح لما كانت قريبة من الحدود، وبتقول له ان جناحاتها نورت. ووقت ما هي بتتكلم جناحات تنة بتنور، فتنة بتروح لهم وبتلاقي جناحات الجنية نورت هي كمان. والأمين بيقول لهم انه عمره ما شاف حاجة زي كده، بالرغم من انه كتب عن لمعان الأجنحة. وبيطلب منهم يروحوا وراه وبيحطوا رجليهم على قطعة تلج معينة، وبيقول لهم يحطوا جناحاتهم في اتجاه الضوء. ولما بيعملوا كده بيشوفوا طفلة بتضحك، والضحكة بتاعتها بتتقسم لاتنين وبيتحولوا لزهور. واحدة منهم بتروح لشجرة تراب الأساطير، والتانية بتروح لأرض الشتاء. والاتنين أول ما بيلمسهم تراب الأساطير بيتحولوا لجنيات. ووقتها بنعرف ان هما الاتنين اتولدوا من ضحكة واحدة، وده معناه ان هما اخوات. فبيقول لهم الأمين ان هما توأم، فبيقربوا من بعض وبيحطوا أجنحتهم على بعض، فبتطلع نور شديد جدا وبيبعدوا عن بعض بسرعة. والأمين بيقول لهم ما يعملوش كده تاني لأنهم مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل. وبيبدأوا الجنيتين يتعرفوا على بعض، وبنعرف ان الجنية دي اسمها فينكا. وفي الوقت ده الملك بيروح للمكتبة وبينادي على الأمين، فبيطلب منهم الأمين يفضلوا مكانهم، وبيروح للملك وبيسألوا الملك لو جنية دافية جت هنا هتستحمل التلج ازاي. فبيقول له الأمين ممكن تلبس جاكيت وتدفي جناحاتها. فالملك بيقول له ان لو اي جنية غريبة جت هنا لازم يرجعوها، لان دي القوانين واتعملت علشان محدش يتأذي، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح الأمين لتنة وبيقول لها انها لازم ترجع علشان ما يحصلهاش حاجة. فبتحزن تنة جدا هي واختها، فبيتعاطف معاها الأمين وبيقول ان الملك قال لازم ترجع، بس ما قالش ترجع امتى. فبتفرح فينكا جدا وبتحضن الأمين وبتشكره، وبتاخد تنة وبيمشوا وبيبدأوا يتعرفوا على بعض أكتر. وتنة بتحكي لها عن رحلتها هي وتميم علشان يلاقوا مراية الأمنيات، وبتحكي لها عن زيزي وازاي قدرت تصلح علاقتها مع باباها. وفينكا بتوري تنة غابة الشتاء وبتعرفهم على أصحابها. وأصحاب فينكا بيقولوا لهم إن هم شبه بعض جدا ما عدا اللبس والشعر. وبيتحمسوا أصحاب فينكا جدا لما بيعرفوا إن تنة جنية دافية، وبيقرروا يوروها مملكة الشتاء كلها. وبيفضلوا يلعبوا مع بعض طول اليوم. وبيجي الليل وبتكون تنة في بيت فينكا، وبتسأل تنة مملكة الجنيات عاملة ازاي. فبتقول لها تنة إن الجو هناك دافي والألوان في كل مكان. فبتقول لها فينكا إنها نفسها تروح لهناك. فتنة بتبص على النار وبتقول لفينكا انها خلت المكان هنا دافي، وممكن كمان تخلي ارض التنات متلجة. فبتفرح فينكا، بس فجأة النار بتسيح التلج اللي واقفين عليه، فبيقع هما الاتنين. ولحسن الحظ بيجي الامين بالقط بتاعه وبينقذهم على اخر لحظة. وبيقول لتنة ان الملك عنده حق، وانها هنا مش هتكون في امان، علشان كده لازم ترجع. فبيحزنوا الجنيتين وبياخدهم الامين وبيروحوا للحدود. وبتودع تنة اختها لانهم مش هيتقابلوا تاني. بس تنة بتقول لفينكا بصوت هادي انها هتقابلها هنا بكرة، وبتقول لها على خطة علشان يتقابلوا. وبتروح تنة البيت اصيل وبلبل وبتقول لهم انها محتاجة مساعدتهم من غير ما حد يعرف، وبتاخدهم للورشة. وبيبدأوا يركبوا حاجات معينة، وفجأة بيجي أصيل ومعاه كل أصحاب تنة. فبتنصدم تنة وبتبدأ تحكي لأصحابها إنها عندها أخت واتولدوا من نفس الضحكة، بس هي من جنيات الشتاء، علشان كده بتصنع الآلة دي علشان تقدر تجيبها لهنا. فبيقولوا لها أصحابها إنهم هيساعدوها في أي حاجة. وبتقول لهم تنة إنها بعد كده هتروح تقول للملكة، لكن نسمة بتقول لتنة إزاي هتروح تقول للملكة إن دي أختها وإنها هربتها من الحدود. فبتقول لها تنة إن الملكة أكيد لما تعرف إن دي أختها هتتفهم الموضوع. وبيفضلوا الجنيات يشتغلوا طول الليل. وتاني يوم تنة بتقابل اختها على الحدود، فبتنادي فينكا على اصحابها اللي بيكون معاهم مكعب تلج كبير. وبتروح تنة تنادي اصحابها اللي بيجيبوا الآلة اللي اخترعوها، وبيبداوا يشغلوا الآلة اللي بتطلع تلج صغير. فبتنبهر فينكا وبتروح تقف تحت التلج ده، وبتقول لهم انها كأنها في ارض الشتاء. فبيقول لها
أصيل إن هم هيروحوا لأرض الخريف وبعدين أرض الربيع وبعدها هيروحوا لشجرة تراب الأساطير وهناك هتقابل الملكة. وبتقول تنة لفينكا إن الملكة حكيمة ولما تعرف إنهم إخوات هتغير القوانين اللي حطها ملك أرض الشتاء. فبتفرح فينكا جدا وبيبدأوا يتحركوا، ووقتها بنشوف بومة الملك اللي بتراقبهم من بعيد. أما فينكا فبتكون مبهورة بكل الحاجات اللي بتشوفها، وبيرحبوا بيها أصحاب تنة وبيدوها وردة، فبتغلفها فينكا بالتلج بتاعها علشان تحافظ عليها. وفجأة فينكا بتتعب وبتقع على الأرض وبتقول لتنة إنها ما عادتش حاسة بأجنحتها، وبيقول لهم أصيل إن التلج قرب يخلص، فبيربطوا أجنحتها وبيرجعوها تاني بسرعة للحدود. وفي الوقت ده بيوصل الملك بالبومة بتاعته وبيشوف جناحات فينكا، وبتطلب تنة من الملك انه يساعد فينكا، فبيطلب الملك من فينكا تفرد جناحاتها وتخليهم يلمسوا التلج. فبتسمع كلامه فعلا جناحاتها بترجع زي الاول وتنة بتفرح جدا. فالملك بيقول لهم ان عشان كده ما ينفعش حد يعدي الحدود. ففينكا بتقول للملك انهم كانوا هينجحوا بس كانوا محتاجين مكعب تلج اكبر. فبيقول لها الملك انه هيخلص برضو مع الوقت وجناحها كان هينكسر. فبتقول تنة للملك ان القوانين بتاعته دي مش هتفرقها عن اختها. وفي الوقت ده بتيجي الملكة وبتقول لتنة ان مش الملك اللي حط القوانين وان هي اللي حطها علشان تحميهم. فبتزعل تنة جدا لان الملكة كانت اخر امل ليها. وفينكا بتحضن تنة قبل ما تمشي وبيزعلوا هما الاتنين لانهم مش هيشوفوا بعض تاني. وفي الوقت ده بنلاحظ نظرات الملك والملكة الغريبة لبعض. وبيروح الملك يزق الآلة اللي تنة عملتها في النهر، ولسوء الحظ الآلة بتتحشر في شجرة والتلج المتكسر بيجي عليها، وبتشتغل الآلة بطريقة رهيبة. بعد كده بنروح لفينكا اللي بتكون قاعدة لوحدها وبيروح لها الملك. أما تنة بتروح للملكة وبتسألها ليه عملت كده. فبيبدأ الملك والملكة يحكوا لهم السر اللي خلى الجنيات ممنوع تعدي الحدود، وبيقولوا لهم إن كان في 2 من الجنيات حبوا بعض، هو من جنيات الشتاء وهي من الجنيات الدافية، وكانوا كل يوم يقابلوا بعض على الحدود لحد ما جه اليوم وكسروا القواعد. وواحد منهم عدى الحدود بس جناحه اتكسر. فتنة وفينكا وبيسألوا ايه اللي حصل للاتنين اللي حبوا بعض، فبيقولوا لهم ودعوا بعض للأبد. فبتزعل تنة جدا لانها بكده مش هتشوف اختها تاني. بس فجأة بتلاحظ ان الجو بقى برد جدا، وبيروحوا كل الجنيات للحدود وبيشوفوا الآلة اللي صنعوها عاملة عاصفة كبيرة من التلج. وبيروحوا كل الجنيات وبيزقوا الآلة علشان يخرجوها من التلج، بس للأسف العاصفة ما بتقفش. وبيقول مساعد الملكة ان في خلل حصل في الطبيعة، وبيقول لوزير الخريف انهم لازم يلحقوا شجرة تراب الأساطير. فبتقول لهم الملكة ان هم لازم يعملوا كل حاجة علشان يحموا شجرة تراب الأساطير قبل ما تتجمد. وبيبدأوا الكل يستعدوا وبيخبوا الحيوانات. وفي الوقت ده شجرة تراب الأساطير اللي في أرض الشتاء ما بتنزلش تراب، لكن محدش بيكون فاهم ايه اللي بيحصل. وفي الوقت ده تنة بتروح لأرض الشتاء بس ما بتقدرش تكمل طيران وبتقع على الأرض. فبتروح لها فينكا وبتسألها عن اللي بيحصل، فبتقول لهم ان أرض الجنيات هتتجمد بسبب الخلل اللي حصل في الطبيعة. وبتطلب منهم تنة انهم يساعدوهم، وبينطلقوا كلهم وبيتفاجئوا ان أرض الخريف اتجمدت والتلج بيمشي بسرعة ناحية تراب الأساطير. فبتجري تنة وباقي الجنيات بسرعة على أرض الجنيات وبيوصلوا لشجرة تراب الأساطير، وبتشرح تنة للملكة اللي هم هيعملوه. وبيبدأوا جنيات الشتاء يجمدوا شجرة تراب الأساطير كلها بطريقة معينة، وبيقولوا جنيات الشتاء من الشجرة كبيرة جدا ومش هيقدروا يعملوها كلها. وبيتفاجئوا بالملك اللي بيجي ومعاه كل جنيات الشتاء، فبتفرح الملكة. وبتقول فينكا للملك انهم لازم يغطوا شجرة تراب الأساطير الأول وبعد كده يروحوا لباقي الفصول. فالملك بيأمر المساعد بتاعه يروح هو وشوية من الجنيات لفصل الربيع والصيف، والباقي يروحوا وراه علشان يغطوا الشجرة. وبينجحوا فعلا الجنيات ان هم يغطوا باقي الفصول وكمان شجرة تراب الأساطير. وبيروح لهم الملك وبيقول لهم ان العاصفة قربت توصل لهنا، فبيروحوا كلهم يستخبوا في الشجرة. ولما بيلاحظ ان الملكة بردانة بيقلع الجاكيت بتاعه وبيديهولها، وبيسيبها وبيمشي. ووقتها بنلاحظ ان جناحه مكسور، فبنعرف ان الاتنين اللي كانوا بيحبوا بعض زمان هما الملك والملكة، واضطروا يبعدوا عن بعض علشان محدش منهم يتأذي. اما كل جنيات الشتاء بيبدأوا يقفوا قدام العاصفة، وفعلا بتعدي العاصفة وبتغطي شجرة تراب الأساطير. وبتخرج تنة وبتلاقي ان الشجرة بطلت تنزل تراب والكل بيفقد الامل. بس فجأة الشمس بتلمس الشجرة فبترجع تنزل تراب تاني، فالكل بيفرح لانهم قدروا ينقذوا شجرة تراب الأساطير. وكمان شجرة تراب الأساطير اللي في أرض الشتاء رجعت تشتغل. وبتقول فينكا لتنة يلا نحتفل، بس تنة بتفضل واقفة مكانها. وبنكتشف ان جناحها اتكسر، فبينصدم الكل. وبنعرف وقتها ان تنة لما كانت رايحة لأرض الشتاء وقعت على الأرض لان جناحاتها كانت اتكسرت. فبتحزن فينكا جدا وبتحضنها، والكل بيكون حزين على
اللي حصل لتنة. وبيبدأ الجو يدفى تاني، فتنة بتقول لفينكا انها لازم ترجع دلوقتي لأرض الشتاء، بس فينكا بتكون خايفة على تنة. فتنة بتطمنها وبيحطوا جناحاتهم على بعض، بس فجأة أجنحتهم بتنور جامد وجزء من جناح تنة ورنة بيخف، فبيبصوا لبعض وبيحطوا أجنحتهم تاني على بعض، وفعلا بيخف جناح تنة وبترجع تنة تطير زي الأول، والكل بيفرح جدا. وبعد مرور شوية من الوقت بنشوف ان بقى عادل الجنيات يروحوا لأرض الشتاء لأنهم لقوا طريقة يحافظوا بيها على جناحاتهم، وهي انهم يغطوها بالتلج. والكل بيكون فرحان جدا وبيحتفلوا سوا، والملك والملكة بيقدروا يعيشوا مع بعض. وأخيرا تنة ورنة بتفضل مع أختها للأبد. وبس كده. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وتشوف الأجزاء اللي فاتت وتستنى الأجزاء اللي جاية. سلام.